مرحبا بكم يا متابعيني مرة أخرى في سالفة إن شاء الله أنها تعجبكم. السالفة هذه حقيقية، والسالفة بتكون إن فيه رجال يحب الأجر، وكان بين فترة وفترة يروح للمقابر وينظف المقابر اللي عادها جدد من القراطيس ومن الوسخ، وتعود على ذا السالفة، يعني يروح للمقابر وينظف القبور. والرجال ذا حار، رجال نسود. يقول يوم من الأيام صار عشاء عند واحد من الربع وعزموني، يقول ورحت صوب. يقول يوم جيتهم ولا عندهم مشايخ يحدثون الله يجزاهم خير ويتكلمون في أمور الدين، وتطرقوا لزيارة القبور فيها أجر وفيها. فقام أحد الشيبان وقال يعني أنا إذا زرت أبي يسمعني ويدري بي. قال له الشيخ نعم، أهلهم يدرون هم اللي يزورون. قال والله يا شيخ أنا أول مرة النادر، وأنا من توفى بي ما رحت أزوره، ولكن إن شاء الله النية إن شاء الله عقب حديثكم الطيب إني لأروح أزور قبل. يقول عقب تعشينا وكل سرى في طريقه، وأنا قعدت على جدولي كل يومين كل ثلاثة أروح للمقابر وأنظف. يقول جاء يوم من الأيام رحت متأخر، يقول خلاف العصر وقبل المغرب. يقول وأدخل، يقول وافسخ ثوبي ونزله في الموتر ويحول بسروال وفانيله، وكالعادة يدخل القبر وينظف اليمين. يقول أظلم الليل شوي وجاء المغرب، يقول ولين يشوف لي ليت يوم دخل علي في المقبرة. يقول ما أعطيته اهتمام، أكيد إنه من ذا الناس اللي يزورون المقابر. يقول عينت لي قبر فيه وسخ واجد، يقولوا لهيت فيه، يقولوا كله غبرة. يقول راسي غاد غبرة، وجهي غاد أبيض من الطين. يقولوا شكلي يروع، تعرفون خال وراسها معكرش وكله غبار، وجهه غبار وشكله يروع، سروال وفانيلة. يقول سمعت لي صوت مسير، يقول رجال يسير مخلوق. يقول ولا أني يوم استوحشت، يقول خفت مقابر وليل. يقول فاقبل علي وقال السلام عليكم ورحمة الله. يقول فرديت عليه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. افتروع الرجال يطيح مغشين عليه. يقول ولا إذا الشيبة اللي تواجهت أنا وياه على العشاء. يقول وحرقه ولا ميت. يقول وأقوم وأشله وأحطه في موتره وألبس ثوبي وأركب موتره. يقول وأفزع به للمستشفى، أنا ذا اللي يموت وأنا السبة. يقول وأقطه وأدخله المستشفى ولا وجهي غبار وراسي غبار، ولكن قد ثوبي عليه. يقولوا يدخلونه العناية المركزة ويقعد شوية وزله شوية يطلع عليه الدكتور وجود الدكتور تكفى يا دكتور الشيب ذا وش صار فيه ولا وش علومه ولا. قال الرجال مصدوم فيه صدمة ولا هو طيب ايش السالفة؟ قال يا دكتور انا بعلمك بالسالفة وما انتك ما حد يدري، ويعلمه بالسالفة من اولها الى ثلاثة. يقوم الدكتور ويموت ضحك، ولا الرجال ما هو في حال الضحك يا دكتور. الرجال شو قال الرجال طيب بس سالفتك ذي تموت من الضحك. يقول المهم لا تعلم احد. يقول قعد له اسبوع في المستشفى وعقبه طلع، يوم طلع يسوون عشاء عياله ويعزموني ويلزمون علي، لازم تضوي علينا هذا عشاء بينا وطالع منا شر. يقول واروح صوبهم وانا دارين بالسالفه وهم عندهم. يقولوا ناتي على العشاء وينشدونه يا ابو فلان وش بلاك؟ قالوا وش بلاي والله لا تروحون للمقابر فيها جن ما يعلمها الا الله سبحانه. طلع لي جني اسود. يقول ساعات قلت سلام عليكم يرد علي السلام. يقول ولا عاد ذهبت روحي منهم، والظاهر انه اللي اسعفني. يقول ما انا بداني والله اني فلا اعل ايش اللي حصل، ما اللي وداني المستشفى، ما اللي ساق بموتري، الله اعلم انه الجني. يقول وانا قاعد وساكت، يقولوا داري في السالفه. يقول الشيبة يا عيالي لا تروحون للمقابر، المقابر والله ما فيها الا الجن.
يقول وانا قاعد الناس اسمع سوالف الشيبة على عياله وعلى جماعته، يقولوا ساكت. يقول يا عيالي نصيحة والله إن لا تروحون ذا المقابر يطلع لكم ذا الجني ذا الأسود. يقول شيء يروع ياخذ العقل. يقول وانا ساكت. يقول لاني لا علمت الشيبة انهنا بيزعل علي وبيلاغيني. يقول فخليت الدعوة تمشي بحمولها ولا عاد ذهبته من ثم. هذه سالفة الليلة وأتمنى أنها عجبتكم. إن عجبتكم فابرك الساعات، وما عجبتكم فابشروا بالعوض وابشروا بغيرها. تمسوا على خير.